حبايب. يلا يابا 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 يابا، واحنا بدنا المصالحة الفلسطينية الفلسطينية يا معلم. من سنين بقولوا بيحكوا على المصالحة، حتى الآن من 8 سنين لهالجيتا اتعبنا، ولا معابر ولا إشي. فاحنا نتمنى المصالحة تصير على أساس إنه نقدر تتسهل الوضع وتتسهل غزة. فمنطلب فتح وحماس إنهم يتوحدوا، وكمان منطلب إنه يصير شغل كمان للشباب، لأنه طبعا ما فيش حدا هلا لاقي شغلانة، وكمان بدنا الكهرباء، ست الكهرباء تنحل أزمة. بعد الوحدة كطالبة جامعة يعني يعطوني حقوقي إني أطلع وبعد ما أتخرج أتوظف، يصير في كهرباء ويجينا البنزين عشان مواصلات الجامعة وهيك. فأنا بطالب الوحدة، لأنه الوحدة إشي مهم بحياتنا، وإذا إحنا ما توحدنا ما فيش حياة طبعا. بنطالب حماس فتح المرة يكونوا جديين، يعني هم الاثنين حيكونوا هم الاثنين المرتاحين، إحنا اللي مديوسين في الرجلين. وبنطالب أيضا إنهم الحكومة التوافقية الجاية أنها توفر فرص عمل للشباب، لأنه الشباب يعني هي الشريحة المجتمع اللي بيكون مستند عليها. بالإضافة كمان لأنه ما فيش فرص، ما فيش. إحنا بنطالب يعني بنطالب الحكومة الجاية وسواء الحكومة الانتخابية اللي حتنتخب إن شاء الله إنه توفر فرص عمل للشباب، تفتح البلد، يفتحوا المعابر، يمرق السولار، ترجع الحياة إلى غزة. يلا يا عباس وهنية انتوا سوا سوا، افتحوا لنا المعابر ونعيشوا البلد يا عيني، البلد بدها تعيش. يلا اصلحوا مع بعضكم يابا. ابن حماس يحب ابن فتح، ابن فتح يحب ابن حماس. حصلت الانقسام حصل بسبب ظروف، نسأل الله أن لا تعود هذه الأسباب، ونسأل الله أن يكون المصالحة اللي بتصير نابعة من القلوب يعني، ومصالحة صادقة نابعة من الحرص على مصلحة الشعب وليس لأسباب في نفس يعقوب. يعني احنا قضيتنا أكبر وأسمى من أشخاص وتنظيمات، ما هي إسلامية ولا هي غير إسلامية. احنا فلسطين أكبر من هيك، فلسطين بتنتظر منا أكبر. توحدنا باتجاهنا بالمصالحة بكل شيء، لأنه شعبنا عظيم ما بينتظر احنا يسيل الدم مشان احنا نعاود نلتئم جراحنا. احنا عاوزين غير المصالحة الفلسطينية، المصالحة الفلسطينية الفلسطينية يا عباس وهنية، كلوا مع بعضكم صحن السماقية. يلا يابا ونعيشوا البلد يا عيد. وبدنا بالمصالحة يعني اللي حكوها يعملوا فيها، يوفروا يعني الأعمال للناس والكهرباء، كل إشي يعني يتحسن في البلد، لأنه الوضع يعني كل يوم بيسوء أكتر، وأكيد الكهرباء أهم إشي يعني. يبقوا كلهم إيد واحدة، لأنه كلنا مع بعض شعب واحد ولازم نبقى مع بعض نتحدى كل الظروف. وبدناش يعني بعد هيك يصير في حاجات يعني، لأنه خلص الناس يعني تعبت وكل واحد بدور على مصلحته بس، فيعني بدنا يعملوا فيها أهم إشي. يصالحوا ويحطوا إيدين بعض فيهم، خلاص إيش بدنا. أحسن لهم يصطلحوا عشان الله بحب السلام. الله يهديكم. بدنا صحلة كمان مرة صحلة. تصبحون على